السلام عليكم، انا رحمة ناجي. رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. النهارده هعمل معاكم بسكوت العيد باسهل طريقه ومكونات بسيطه جدا، هيطلع معاكم مظبوط تماما ودايب لما تحطوه في الشاي كده، ومقرمش خالص اول ما تعملوه. اول حاجه كده هحتاج 3 كوبايات كده من الدقيق المنخول، كوبايه من السمنه كده تكون سمنه نوعها نضيف وكمان تكون طريه بس مش سايحه قوي. واحتاجت كمان كوبايه ونص من السكر البودره المنخول وبيضتين بدرجه حراره الغرفه، وثلاث معالق كبار ونص نشا منخولين برضو. احتاجت كمان معلقه كبيره من اللبن البودره ونص معلقه صغيره من بيكنج باودر، واحتاجت كمان معلقتين كبار من جوز الهند المبشور ناعم، وثلاث معالق كبار من الحليب، وهنا فانيليا للنكهه. حطيت كده في البولة السمنة والسكر وقلبتهم كده بالاسباتيول تقليبه بسيطه، وبعد كده هشتغل بقى بالمضرب الكهربائي. هنا ممكن تقدروا تستخدموا المضرب العادي خالص بتاع اليدوي، وممكن تستخدموا ايديكوا برضو مش هتفرق. بعد كده فضلت اضرب كويس جدا لغايه ما يفتح معايا الخليط زي ما انتوا شايفين كده، وكل شويه بقلب بالاسباتيولا وبرجع اضرب تاني عشان لو في شويه سكر تحت متكتلين، لغاية ما هيوصل معايا بالشكل الكريمي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده، عامل شبه الكريمة وهاشش خالص كده. ده القوام اللي انا محتاجاه. اول حاجة كده هنزل ببضاية وكمان الفانيليا للنكهة. انا حطيت معلقة صغيرة كده من الفانيليا، ممكن تنكهوها بنكهة جوز الهند او بنكهة السمنة البلدي او باي نكهة انتوا حابينها. اول ما تختفي معايا بحط البضاية التانية وبفضل اضرب كويس جدا. وبالمناسبة ممكن ما تنكهوش البسكوت خالص، ممكن تكتفوا بس بالجوز الهند اللي هو جواه. فضلت اضرب كده كويس جدا والقوام معايا بقى لذيذ جدا خالص، والمكونات كلها اتمزجت مع بعض كده، يبقى القوام المناسب. حطيت بقى الحليب البودر وحطيت جوز الهند والنشا والحليب كمان الساقع. هنا ممكن تحطوه ساقع من التلاجة زي ما انا عملت كده، ممكن تحطوه بدرجة حرارة الغرفة وده افضل يعني اللي هو يتحط بدرجة حرارة الغرفة. قلبتهم كويس جدا، وبعد كده بقى هنزل بقى بالدقيق عليه رشة ملح، وحطيت كده عليه كمان البيكنج باودر وقلبتهم كويس جدا. 3 كوبايات من الدقيق دولت انا حطيت عليهم البيكنج باودر عشان انا كنت متأكدة اللي هي هتاخد الدقيق ده كله. لو انتوا حاسين ان الدقيق ياما وبتحطوا تدريجي، اول كوباية بتحطوها من الدقيق تحطوا معاها البيكنج باودر عشان خاطر البيكنج باودر ما يروحش في كمية الدقيق اللي انتوا عاملينها، ويبقى كده القوام مش مظبوط ولا المقادير مظبوطة. بعد كده فضلت احط الدقيق واحده واحده وبقلب بالسباتيولا زي ما انتم شايفين. وبعد كده اول ما العجينه تتقل معايا بستخدم بقى ايديا وبفضل اقلب كويس جدا. هنا العجينه كانت لسه بتلزق معايا، اهم حاجه تحطوا ايديكم كده بايديكم التانية اللي انتوا مش بتعملوا بيها. لو لقيتوها بتلزق يبقى محتاجه شويه دقيق. حطيت الربع الفاضل اللي انا كنت سايباه على جنب، يعني انا كنت مستخدمه 3 كوبايات الا ربع، كده حطيت الربع الفاضل كده بقوا 3 كوبايات. جربتها لقيتها ما بتلزقش، هنجرب بقى. وبعد كده جبت بقى القمع بتاعي حطيته في كوبايه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت كميه صغيره خالص عشان اعمل بيها تيست بس للبسكوت، عشان لو احتاج معايا حاجه. حطيت كده في صينيه صغيره خالص. انا هنا كنت بقول لكم اللي انتوا ممكن لو مش عاجبكم البسكوتيه تقدروا تشيلوها بكل سهوله وتحطوا واحده مكانها زي ما انتوا حابين. انا هنا بعد ما دخلتها لدرجه حراره 180 في الرف الاوسط على الشبكه، لقيت قوام العجينه مش مظبوط خالص، النقشه مش باينه، هو بيقرمش وكل حاجه بس النقشه مش باينه خالص، فاحتاج شويه دقيق. هنا انا دخلت نص كوبايه من الدقيق وفضلت احط تدريجي لغايه ما وصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بمسكها كده طريه هي معايا، تمشي معايا في القمع بس في نفس الوقت مش بتلزق خالص. هنا التيست التاني، بص النقشه باينه وشكلها تحفه وبيقرمش ومستوي تماما. هنا بقى اشتغلت خلاص في الكميه اللي انا عملتها، وعملت بقى الكميه الباقيه وانا مطمنه. اهم حاجه التيست اللي انتوا تعملوه في الاول دوت عشان خاطر ما تهدروش معاكم كميه البسكوت كلها ويطلع معاكم بايظ. انتوا زي ما انا قلت لكم كده بتحطوا الدقيق واحده واحده، والسكر اهم حاجه تعبوه في الكوبايه بالمعلقه عشان ما يزيدش معاكم. وبرده من عوامل اللي هو بيخلي البسكوت ينفش معاكم في الفرن لما السكر بيكون زايد. انا هنا بعد ما سويت الكميه كلها واخد لون جميل جدا من فوق ومن تحت ومستوي ومقرمش كده، انا هنا بقى عملت كوبايه شاي وقلت اجربه معاكم. بص بيقرمش ازاي وبيكسره كده بيتكسر معايا، وفي نفس الوقت لما بحطه في الشاي كده بيبقى دايب وطعمه في منتهى الجمال، مش اللي هو بيعجن كده هوت او بيدوب خالص في الشاي، لا هو كان فيه قرمشه بسيطه وفي نفس الوقت كان طعمه في منتهى الجمال. بصوا دايب معايا ازاي. وكده انا خلصت معاكم الفيديو كل اسرار بقى البسكوت، واشوفكم المره الجايه على خير وبالف هنا يا رب على قلوبكم.